ماتش الزمالك والمصري لسه خلصان دلوقتي حالا. عندي بس تعقيب صغير للمدير الفني بتاع. خلينا نتكلم عن الزمالك الاول لان هو يحتاج، مش مهم المصري. الزمالك يا جدعان عامل الفتره اللي فاتت مش ماتش واحد، ده تامن ماتش على التوالي فوز. 8 ماتشات، فريق عمل 8 ماتشات متتالي فوز. تمام. ازاي تبخس حقه وتقول ان هو مش هياخد الدوري؟ ازاي تبخس حقه وتقول ان هو يا اما تاني يا اما تالت؟ ازاي؟ وجبت منين ان الاهلي او بيراميدز اقرب للدوري؟ اللي يتفرج على الزمالك عارف ان الزمالك، او يفهم ويعرف ان الزمالك ماشي خطوه خطوه. يعني ايه خطوه خطوه؟ اللعيبه دي لعيبه رجاله. النهارده ناصر منسي جاب جولين مش عشان الفريق بيخدم عليه ولا الفريق بيبني هجمه بكذا باص ففي جمله هنعملها. ناصر منسي النهارده جاب جولين علشان هو لعيب عايز يجيب جولين. هو لعيب عايز بدل الجون يجيب 10 مش جولين بس. هو لعيب لو انا ما حدش بصلي انا هروح اجيب الكوره. باين قوي في الجول الثاني، جون جميل جدا جدا، احسن جون في الدوري لغايه دلوقتي. الجول الثاني الكوره اتعرضت له، لف كويس قوي من ورا المدافع بتاع المصري وما لحقش الكوره لان الكوره جت ورا شويه، ما سكتش. مش زي المهاجمين اللي بيلعبوا بالشوكه والسكينه في النادي الاهلي عندنا يعني. راح كمل على الكوره. عمر جابر الكوره كانت اقرب ليه من ناصر منسي. ناصر منسي جري من عند منطقه الجزاء لغايه اللعيب بتاع المصري اللي مستني الكوره تنزل على الارض وخدها منه. وعمر جابر كان ورا. عمر جابر ما طلعش لقدام. ناصر منسي راح من نقطه الجزاء، من عند نقطه الجزاء، كمل ورا الكوره لغايه ما خدها من المدافع وخدها فيرست تايم على الجون. ده لعيب مهاجم زي ما بيقولوا هجام، مش مستني الكرة تيجي تحت رجله، هو بيروح يجيب الكرة. وكذلك الجون الاول اللي هو جابه، اللي هو الجون الثاني للزمالك. الجون ده الكوره متلعبكه، اللعيب بتاع الزمالك اتشنكل مع اللعيب بتاع المصري، هو طلع من اي مكان كده من نوير، راح واخد الكوره وجري بيها كمل. لا لا لا، اللي خد الكوره فتوح. اسف، اللي خد الكوره فتوح، وفتوح جري بيها وهو قطع، وقف اقل من ثانيه لغايه ما اللعيب بتاع المصري غطى التسلل، وبعدين راح جري من وراه في الحته الفاضيه، لعبها له فتوح فيرست تايم في الجول. ده مهاجم مستني يعمل كل حاجه في الكوره، مش بيلعب بالشوكه والسكينه. كل لعيب في نادي الزمالك، عبد الله السعيد شابوه يعني. عبد الله السعيد مبهدل الدنيا يا جدعان. ده بيلعب لغايه اخر 80 دقيقه. عايزين ايه تاني من اللعيبه بتلعب بقلبها. طبيعي ياخدوا الدوري، حقهم يتقال عليهم كويسين، احسن من الاهلي واحسن من بيراميدز. حتى لو كان بيراميدز عمل الماتش اللي فات بتاع انبي ده ماتش جامد يعني برضو في الكاس، لكن الزمالك يا جدعان، الزمالك اقرب واحد للدوري. الاهلي بمستواه وحق ربنا يفنش ثالث، لكن الزمالك شابوه معتمد جمال. الحاجه الثانيه المصري، ده تقريبا رابع ماتش على التوالي الزمالك يكسب المصري. ليه بقى الزمالك بيكسب المصري؟ عشان المصري بينزل ماتش الزمالك وهو حاسس ان كعبه عالي على الزمالك، وان الزمالك تايه ومش ده الزمالك ومش هيلاعبنا كوره. فالزمالك بيسيب الكوره والمصري ياخد على عينه ويتلسع جون والتاني والتالت والرابع. 4 اهداف، 4 اهداف، ولعيبه المصري بتلعب بالشوكه والسكينه حرفيا. والدليل على كده الهدفين اللي دخلوا، الهدف الثاني والثالث. الرابع ده كوره ثابته مثلا هنقول ما فيهاش مشكله، مع ان هي فيها غلط تغطيه. وصراحه اللعبه دي الزمالك متدرب عليها. التحرك بتاع ناصر منسي وبتاع حسام عبد المجيد في الكوره دي هم متدربين عليها. وثلاث لعيبه من الدفاع المصري ارتبكوا بسبب حركه ضعيفه جدا عملها ناصر منسي وحسام عبد المجيد. فمش عارف اسمه الكوكي ده بتاع المصري. انت هتكسب الزمالك امتى؟ الفرق بقى هنا وهنا. الزمالك اي لعيب هيلاقي، اي فرقه هتلاعب الزمالك هيلاقي لعيب من الزمالك ب10 من اللعيبه الثانيه. اللعيبه دي الجمهور محمسهم ما شاء الله يعني، مديهم باور يلعبوا من هنا للموسم الجاي. فالزمالك هياخد الدوري، الزمالك كده هياخد الدوري. اي فريق هيلاعب الزمالك وياخد الكوره على الزمالك هيلسعوا اهداف، هجمات مرتده. الزمالك بيدافع ب7 وبيهاجم ب2، وفي 2 ثابتين في نص الملعب بيكملوا ويرجعوا لغايه نص الملعب. وبيلعب على الهجمات، مش ما اسمهاش هجمات مرتده، هي اسمها هجمات منظمه لما ناخد الكوره. فالزمالك حاجه يعني تشرف.